سيب اللي في ايدك دلوقتي وامسح كل برامج ادوبي من عندك وانقل كل شغلك على افينيتي. ده كان هيبقى كلامي لو كنت عايز امشي ورا الترند واضللك، بس تعال نفكر بعقل شويه، وفي اخر الفيديو هقولك فين ممكن تنقل شغلك وانت مطمن. في الاول لازم نعرف ان الصناعه الابداعيه قايمه على 3 محاور: العملاء طبعا، وبعد كده الادوات، وفي الاخر بيجي دور المصمم. خلينا نبدا بالادوات، واللي متمثله طبعا في الشركات الكبيره اللي هي اصلا بتحكم السوق مش احنا. دي صناعة تجارية في المقام الأول. أدوبي بكرة لو لقت افينيتي عاملة لها دوشة تشتريها بضعف قيمتها وتدفنها زي ما عملت مع مشاريع قبلها كتير جدا، وساعتها احنا اللي هنكون اتعطلنا واتشتتنا على الفاضي. وسؤال بسيط بقى يا واد يا مواكب التطور انت يا جامد، لو افينيتي ضامنة انها مستقبل الصناعة ليه بتقدم خدماتها بشكل مجاني؟ المنطق بيقول انها بتحاول تاخد حصة من السوق، مش انها المستقبل اللي مفيش مفر منه. المنصة فعلا هتكون مفيدة جدا، على الاقل ارحم من كانفا واللي بيجيلنا من وراها، بس صدقني ما تستحقش كل الهايب ده او ان انت تشتت نفسك عشانها. نيجي بقى للعنصر الاهم واللي الصناعة قايمة عليه اصلا: العملاء، الناس اللي طالبة الخدمة. العميل دايما بيروح للحاجة الفاميليار اللي هو متعود عليها، للحاجة اللي مستخدمينها كتير، اللي هو متأكد ان ليها دعم من الايجنسيز وتعليمها سهل جدا، واول ما يقول يا شغل هيلاقي 1000 واحد يتعامل معاه. والحاجة دي بقى غصب عننا لسه هي مجموعة برامج ادوبي. اما احنا المصممين فيا ولداه اخر حد بيقرر. كل دورنا اننا نتكيف مع اي تغيير كبير، مش نفضل ننط كل يوم من طول للتانية، لان ده بيهد تركيزنا وبيهلك صحتنا النفسية وبيخلينا شغالين طول الوقت تحت ضغط: انا متأخر، انا مش مواكب، والدايلاما اللي ما بتنتهيش دي. الخلاصة مش معنى ان الترند عالي يبقى هو ده الطريق الصحيح. التغيير اللي بيأثر فعلا على كل الصناعات مش الكرييتيف اندستري بس. وفكر نفسك دايما انك مش محتاج تبقى اول واحد يغير، بس محتاج طول الوقت تبقى متابع، وبرضه ما تهلكش نفسك. ولو فعلا عايز تنقل شغلك وسعرك لمرحلة اعلى يبقى اتعلم فيجما، لان المستقبل كله هناك من وجهة نظري طبعا. وبرضه فيجما منفرد مش هيعرف يهز عرش ادوبي، بس والله ممكن مع افينيتي يقدروا سوا، ولا انت ايه رأيك؟ وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وفولو وتكتب لي رأيك في الكومنتات. سلام.